عملوا حاجات يعني ما عملهاش الا الدجل والحاجات دي، ماشيين في ورق الانفصام. طب ممكن تتجوز تاني؟ كل ده عشان خاطر الغيره. ازيك يا سويسي؟ ازيك يا زي ما تحب، عايز الفيديو ده يتعرض مش يا عايز عم يتعرض براحتك. انت قول اللي في قلبي، اسال وانا اقول اللي في قلبي، انا معايا حاجه. انت خلاص انفصلت؟ احنا بعد عن بعض بقالنا شهر ونص، ويعني ماشيين في ورق الانفصام. يعني مش ممكن الموضوع يرجع خلاص؟ الله اعلم يا احمد، اللي نصيب حاجه هيشوفها. طب ممكن تتجوز تاني؟ لا جواز تاني لا، والله ما كلام، وحياة بنت ما كلام، جواز تاني لا. ولا مصريه ولا ايطاليه ولا حاجه، ما عدتش بصدق حد يعني. كام رحت 3 مرات كده، فالواحد يعني يعني انت مثلا تقول لك ما اقدرش اعيش من غيرك وبتاع، فعادي كده كل واحد بيشوف حاله. لا انا مش عاوز اتجوز يعني بقى، فانا عندي بنتي ربنا يخليها لي كده، انا تمام. يعني نفسكش كده تخوي جاسمين تجيب لها اخ؟ لا والله عندك عيل تصدق منك. اكتر حاجه يعني مثلا في الزمن ده بتدي البني ادم ممكن يكون ابنك. ليه؟ لان انت بتعمل كل حاجه بحرص. يعني انا دلوقتي بعيد عن جاسم، الواحد بيبقى قلقان خايف عليها، فانا مش لاقي خوف ولا توتر. ماشي، بس الواحد بيبقى عايز برضه سند، عايز ليه ظهر، السند عايز واحد يشيل ربنا، اسمه. السند ربنا، والله السند ربنا، والحمد لله يعني انا عندي بنت زي العسل، بس السند في الدنيا ده ربنا. مش بس الولد سند عن البنت. بيتهيألك ساعات ممكن يطلع ولد عاص يعني يزعلك، فهو كل واحد كل شيء اسمه نصيب، لان نصيب حاجه هيشوفها. بس انا يعني انا ما بينهم وما بين نفسي كفايه لحد كده بقى، انا بقيت 31 عام كده تمام يعني، شفت اتجوزت الحمد لله، مش عاوز اتجوز تاني. شلت فكره الجواز من دماغك خالص؟ والله مش عاوز. طب انت دلوقتي يا سويسي عشت في البلد اللي انت كنت عايش فيها، وعشت في روما، وجيت دلوقتي شفت ميلانو. بالنسبه لك بقى روما ولا ميلانو ولا البلد اللي انت كنت عايش فيها احسن؟ البعد عن بشر غنيمه في الوقت اللي احنا فيه. البلد اللي انا كنت عايش فيها، لان كنت عايش يعتبر ما كانش فيه مصريين كتير، كنت تخرج تيجي، انما لما بتكون في حالك وتلاشى الناس يعني بتتلاشى المشاكل، لان الكتره بتخلق مشاكل. فاهم؟ احسن انت دماغك مش زي دماغ الناس اللي حواليك، فاكيد هيحصل مشاكل. فانت لما تكون في حالك احسن. الزمن اللي احنا فيه الوحده حلو، ولا حد يقول لك انت قلت، ولا حد يقول لك انت عدت، ولا حد يقول لك انت عملت ولا ما عملتش. انت مع حالك مع نفسك بتتلاشى الناس، انما الكتره عامه بتخلق مشاكل، لان انت دماغك مش زي دماغ محمود، مش زي دماغ عمرو، مش زي دماغ بتاع. واحد جاي مثلا ايطاليا جديد كده، من وجهه نظرك يعيش في ميلانو ولا يعيش في روما؟ من رايي انا كمصطفى سويسي انا قاعد في روما. ليه؟ لان هنا يعني في ميلانو يعني يعني المصريين كتير، وبعدين غير كده في السكنات برضه، يعني السكنات هنا بيقعدوا 9 و8، انما في روما مش كتره كده. بس هنا في ميلانو فرصه الشغل اكتر من روما، بس في روما فرصه المرتبات احسن من ميلانو. طب انت لحد النهارده في ايطاليا بقالك 15 سنه، اشتغلت كام شغلانه؟ في ايطاليا؟ اه في ايطاليا اشتغلت في الخضار، واشتغلت في المعمار، واشتغلت في النظافه، واشتغلت في نقل عزال، كل حاجه يعتبر انا ما سبتش ولا شغلانه. بس اكتر شغلانه اشتغلت فيها يعني كانت الخضار. الخضار قعدت فيه 8-9 سنين. الخضار جميل الصراحه، الحاجه الوحيده اللي الواحد يستريح فيها نفسيا، لان هي تجاره وانا بحب التجاره. انت سبت شغل المعمار ولا انت لسه شغال في المعمار؟ انا سبت البلد اللي انا كنت عايش فيها ومشيت، بخلص شويه حاجات كده، واي شغلانه انزل فيها، خضار، معمار، اي حاجه يعني، مش هقول على حاجه، لا بس انا استقر نفسيا واستقر صحيا في الايام اللي انا فيها دي. تمام. طب من وجهه نظرك ايه افضل شغلانه من الشغلانات اللي انت اشتغلتها كلها؟ هي كل الشغلانات حلوه ما دام فعلا متعيش، فانت بتدور على الحاجه اللي تحسنك مستوى، انما هي شغلانه حلوه. بس انا من رايي الخضار، لان الخضار تجاره. انت لو ربنا كرمك وفهمت الشغلانه وربنا رزقك بحاجه وفتحت محل وربنا كرمك ويعني اشتغل، هتبقى في حته حلوه وفي حته احسن. هيعرف يمسك فلوس ما دام انت تاجر، التجاره حلوه احسن من شغل المعمار. المعمار عشان تتعلم وتفتح شركه ولا حاجه بتحتاج وقت وبتحتاج ناس تديلك شغل، وممكن تكسب وممكن تخسر وممكن يتنصب عليك، وعلى ما توصل لمرحله ان انت تاخد شغل ده بيكون ساعتك راحت فيه. فاهم ازاي؟ مش بالسهل انت تفتح شركه معمار. في ناس صناعيه كتير بتكون شاطر، بس المعمار مسؤوليه، ممكن تعمل كانتينه وما تاخدش فلوس. انما الخضار انت تاجر، الراجل بيجي يشتري منك بضاعه وبيديك حقها، فالخضار احسن. طب اتعلمت اللغه هنا في ايطاليا ازاي؟ بالتعامل مع البشر. ما رحتش مدرسه؟ لا ما رحتش مدارس، ولا اتعلمت في كتاب، ولا اتعلمت بالتعامل مع البشر. بتبص ده شوف بيعمل ايه في الشارع. كان موضوع اللغه بالنسبه لك صعب؟ الاول كان صعب طبعا، الاول كان صعب، بس واحده واحده بتبتدي تتكلم، بتتلخبط، بتقول كلمه غلط، فبتتعود، فبتعامل البشر بتتكلم بقى زيك زي وانا بقالي 16 سنه برضه. طب اي واحد جاي جديد تنصحه ان هو يتعلم، يروح مدرسه يتعلم اللغه، ولا يتعامل برضه زيك ويتعلم من الناس؟ انا شايف اللي هو لو مثلا عارف اللي هو يروح مدرسه ويتعلم فيها اللغه بسرعه، انا بنصحه له يروح مدرسه، لان اللغه هتنفعك في الشغل جامد جدا، وهتنفعك في التعامل مع البشر، لان اللغه يعني شيء اساسي. انا عارف يا سوسي انك بتحب امك قوي قوي. حقيقي. عمرك عصيتها قبل كده او زعلتها؟ عملت حاجه ما كانتش راضيه عنها، بس بدفع ثمنها في الوقت الحالي، ودي اول مره في حياتي اقول لامي على حاجه لا، حتى لو غلط.
انا ركبت البحر ما كنتش عاوز اسافر عشان امي قالت لي اركب البحر. عملت اي حاجه في الدنيا كانت بتقول لي عليها. لاول مره في حياتي اقول لها لا وبدفع ثمنها غالي دلوقتي. الحب الحقيقي واكتر واحده هتخاف عليك في الدنيا ديت وبتحبك حب من الله هي امك. يعني عمرها ما تشوف حاجه ليك صح وهتقول لك لا، عمرها ما تشوف حاجه ليك شر وهتقول لك اعملها. انا امي قالت لي على حاجات كتير يمكن انا كنت شايفها من وجهه نظري غلط وكنت اعملها وكان ربنا بيسهل لي فيها، وقالت لي على حاجات كتير ما تعملهاش وانا شايفها اللي هي هتبقى حاجه حلوه ليا وعملتها وجت يعني العكس معايا. يعني انا اول مره اطوع قلبي وامشي ورا قلبي واقول لامي لا زعلت وبدفع الثمن. نعرف قيمه الام اقسم بالله ما هزعلها يوم من الايام، لان انت لو الدنيا دي بحالها جت عليك وده بيك الدنيا هي الوحيده اللي راضيه بيك. لو انت يعني فيك كل العبر، يعني اوحش بني ادم في الكون بتاذي ناس بتعمل قليل الادب الناس كلها تتلاشاك الا امك ابنها. بس هي اللي سفرتك. امي سفرتني عشان احنا كنا 3 صبيان، كنا حالتنا يعني صعبه وكانت بتتقطع عليا وانا في المركب وكانت بتموت. بس هتعمل ايه؟ عاوزه تعمل لعيالها مستقبل احسن. هي بتاخد حاجه وتحطها في جيبها. طب ما اشتريت لنا اراضي وبنيت لنا بيوت. اقعد تحت اشتغل على التل قدام امي ب 80 90 جنيه اجوز نفسي منين ولا اجوز اخواتي منين؟ طب ما انا هو بني ادم كويس اهو. طب لو امك طلبت منك حاجه بعد كده هتعصيها ولا هتسمع كلامها برضه وانت مغمض؟ عمري والله بعد اللي انا شفته ده، وانا سمعت ناس كتير برضه بسبب امي. يعني انا نفسي احضر بس الحمد لله انا كفايه الام راضي عني. انا مستريح وحتى في بطن بتخصص ان شاء الله العالم كله يزعل مني. انا كفايه امي راضيه عني وماشي بدعواتها اقسم بالله. انا من زمان وانا صغير كانت احسن كلمه تدعى لي تقول لي روح ربنا يحبب فيك خلقه. طب ايه حوار خالتك دون اللي انت عمال تتكلم عليها في الفيديوهات؟ حرام عليك اللي انت بتعمله ده. لا والله ما حرام ولا حاجه، ما اعرفش بقول عدس. طب ايه حوار خالتك؟ هي اللي مربياني يعني من صغرنا عندها وكده وعملنا معاها الصح يعني في مصر. فخالتي اول ما انشغل دماغه عليا ونزل يتكلم عنه وحش ولانه كنت بعزها، واكتر بني ادمين اذوني وعملوا لي حاجات يعني ما تخطرش على دماغ شيطان عشان يتعبوني نفسيا وعشان يدمروني صحيا. والله عملوا حاجات يعني ما عملهاش الا الدجل والحاجات دي، كل ده عشان خاطر الغيره. يعني مثلا انا كنت قاعد في يوم كان بيتكلم اخويا بتقول له البدل ده ما عادش في بدل، يعني كانت باصه في رزقي عليك انت الولد ده للدرجه دي؟ اي والله كنت على طول غيرانه وبص لامي في ال3 عيال تقول لك انت عندك 3 عيال انا عندي عيل واحد. طب ما ده رزاق. طب ما احنا امي ربت ال3 عيال دي بالصديد وبالتعب. انت جوزك في التلا من بدري عمري ما بصيت لك. لا بالعكس بتقول لي روح ساعد خالتك. فهي عندها نظام غيرها شويه، الغيره دي اللي موديها في ده. بس ده بجد ولا انت بتهزر بقى؟ هضحك عليك ليه يعني بجد؟ انت متاكد ان انت عايز الفيديو ده ينزل؟ ما ينزل اللي فيه، انا ما بخافش من حد عامه خالص. اصل هي اذتني وانا ما بسمعش اي بني ادم اذاني. اذتك للدرجه دي؟ اذتني خلتني قاعد مش عارف اشوف امي، خلت مشاكل وخلتنا اتطلق وخلتنا تعمل كل حاجه. لعبوا العاب ما يعني بيعملوا حاجات اقسم بالله ما تخط يعني الكافر ما يعملهاش في ابنه. لا بس مستحيل خالتك تعمل فيك كده. يا جدع ده اخت امك. ما المشكله اللي هي اخت امي، لو مش اخت امي كانت زعلت اكتر من كده. طب انت دلوقتي عملت اغنيه مع هاشم كابو، عملت فلوس حلوه من الكليب ده؟ زرارات كده اهو. كلام لا والله العظيم احنا كنا عاملين الاغنيه وكنا عندنا قناه مش مفعله ارباح اصلا، فاحنا عملناها كده عشان عاوزين نعمل اغنيه مع بعض، ولا كنا باصين لها ارباح ولا كنا باصين لها تدخل كام ولا كنا باصين لها تعمل ايه. القناه ما كانتش لسه عليها الا 2000 واحد، كانت شغاله ارباح. فهي وعد الله لحد الان ما دخل جنيه ولا جنيه والله ولا جنيه. احنا عمالين نشوفكم فيديوهات بنضحك وبنهزر. الدولارات دي ب5 جنيه من على امازون. بالعكس ما كانتش اصحابنا اللي ساعدتنا في عمل الفيديو كليب. كان يبقى عندك تصوير واللي بيمنتج ياخد فلوس واللي بيلحن ياخد فلوس واللي بيعمل ياخد فلوس. كنت احنا نفسنا صارفين من جيبنا بس احنا عملناها بالحب وكنا كده مع بعض وطلعت حلوه يعني والناس استقبلتها مننا حلو. انما والله فلوس ما خدنا منها جنيه. طب انا هسالك سؤال كمان، ليه اغانيكم كلها عن الغربه بس؟ من الواقع اللي انت عايش فيه. اول حاجه بتيجي في دماغك اللي انت شايفه. انت مستريح نفسيا؟ لا طبعا. هو بيحكي من غلبه، بيتكلم مع الكاميرا. انا لما بطلع اتكلم مع الناس بتكلم مع الناس من غلبي مش لاقي حد احكي له، فبفضفض قدام الكاميرا على الاقل ولا تقول لي اسكت ولا وجعت دماغي. انا ممكن اقعد احكي معاك تقول دماغك تصدق تقول لي اسكت، انما الكاميرا مهما احكي من قدام مش هتقول لي اسكت عمرها. وانا واحد من الناس بفتح التليفون واقعد اتكلم مع الكاميرا بضيع وقت معاها بسلم معاها بحكي لها يا جدع. حتى بالتيك توك كنت بفتح فيديوهات واصور تقول لي عليها مجنون. كنت افتح فيديوهات واصور نفسي واقعد اتكلم مع نفسي واعمل حاجات مع نفسي. ليه ما عندكش اصحاب انك تتكلم معاهم؟ ما هو بيصونوش. فقال لي ساعه غمه هتلاقوا لنا وقال وعدنا وقعد وبتعمل كده. فانت يعني خلي سرك القريب منك قوي مع الكاميرا. يعني انت ما عندكش اصحاب؟ عندي اصحاب. امال ليه تتكلم كاميرا؟ ما مش كل الكلام ينفع تتكلمه مع اصحاب. صاحبك هيزعل منك لما يلاقيك بتشك على طول، فانت تشكل الكاميرا احسن. نفسي اعرف حاجه، هو ايه مبدأك في الحياه؟ يرحل من يرحل البقاء لله وحده. يعني ولا ازعل على حد راح ولا ازعل على حد جه ولا فرق معايا حد. ادام امه بخير وبنتي بخير وبعامل الناس بمرضي الله. يعني الناس اللي عاوزه تسيبني فما بزعلش على فراق. انما واحد عاوز يفارقني يخسرني بديله تذكره الخساره قبل ما يفكر يخسرني. انا بديله خصم عليا كمان. طب عندك عزيز؟ لو بيحبني
يعني بتبكي على الناس؟ لو بيحبني لو انا بحب بني ادم وبعزه، لو انا حسيت لو شلت اللي انا شلته منه ولا عمل معايا حاجه غلط بقول له تلاشاني، عشان طول ما انا شايفه قدامي احاول انكشه، عشان انا ما بسيبش حقي في الدنيا دي لحد خالص، بس مع الوقت باخده بقى. فانا لو بعزك وانت جيت عملت معايا مشكله ولا اذيتني في حاجه بقول لك انت في حالك وانا في حالي، وحاول ما تعملنيش تاني. ليه؟ لانك بحبك، مش عاوز ازعلك مني في يوم من الايام. هو ده طبعي. طب ايه هو المثل اللي السويسي بيؤمن بيه؟ اكتر مثل انت مؤمن بيه في حياتك كلها؟ محدش بيحب الخير لحد خالص؟ والله خالص، حتى اخوه. لا بس مش لدرجه الاخ، لا. والله ساعات بيغوروا من بعض يا صاحبي، وهو مقتنع بمثل برضه مثل الاخ جار، لما بيتجوز وبيخلف عيال يعني كل واحد بيخلف حاله. طب انت لو انسان تاني غير السويسي، ايه رايك في السويسي من بره؟ انا والله ما عارف نفسي، انا ساعات بقعد اسال نفسي انا مين في نفسي على طول. ما السويسي من بره بني ادم، انا بعمل انت اللي عارف، لو ادينا حلقه احمد وحش ما يشغلنيش الا ما عامله. انت انهي واحد بالظبط؟ قول لي السويسي انت شايفه من وجهه نظرك عامل ازاي؟ حسب تعاملك معايا هتلاقي ردة فعل، يعني انت حسب تعاملك معايا وحسب الشخصيه اللي قدامي كل واحد له ردة فعل عندي. عاوزني ابقى محترم هعاملك محترم، عاوزني ابقى قليل ادب هتلاقي بص، عاوز تشغيل دماغ اوديك البحر تنشفه في السفينه. يعني انا حسب البني ادم اللي قدام، عمرك ما هتعاملني باحترام وانا ارد عليك وحش، عمرك ما هتقدرني وانا ما اقدركش، عمرك ما يعني ما تجيلي سكه وتقول لي انا عاوز منك كذا وانا مش هديلك، ده انا اديلك عين، انما تشغل عليا دماغك اوديك البحر اخليك تنشفه في السفينه ونرجع لو انت ماشي. اهم حاجه عندنا يا سويسي انك ما تكونش ضايقناك بكلامنا. مش هدخل فلوس. انت لو جاب ارباح هديك ارباح. اتبسطت يا سويسي؟ جميل. يلا بينا.